صباح الخير يا جماعة. أنا عايز أتكلم عن النادي الإسماعيلي. النادي الإسماعيلي بينحدر كل يوم عن اليوم اللي قبليه، وبينهار كل يوم عن اليوم اللي قبليه، وده يثبت إن كابتن حمد إبراهيم لا يصلح إن هو يكمل معانا. أنا شايف إن كابتن حمزة الجمل هو الأصلح إنه يمسك عشان ينهض بالنادي، بس الفكرة دي هتصطدم برفض من كابتن علي أبو جريشة وكابتن حسني عبد ربه. أوكي تمام. احنا ممكن نكمل بكابتن حمد إبراهيم او اي مدير فني تاني غير حمزة الجمل، بس لازم المهندس نصر ابو الحسن يتخذ خطوة مهمة جدا لإصلاح الوضع، اللي هي ايه؟ تعيين مدير رياضي كابتن أسامة خليل في النادي، وتنسحب صلاحيات كابتن علي ابو جريشة كلها تروح للمدير الرياضي كابتن أسامة خليل. وكابتن علي ابو جريشة ممكن يمسك مدير كورة او رئيس لقطاع الناشئين، هو اقدر واحد يمسك المنصب ده. لكن لازم الخطوة دي تتخذ لإصلاح الوضع الإداري والفني داخل النادي الإسماعيلي، وربنا وفقنا. شكرا، مع السلامة.